السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رود المواشي في كل مكان. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. ما تنساش تدعم بلايك وتعليق كويس لو أنت فاضي. إن شاء الله نتكلم عن موضوع أيهما أفضل بالنسبة للجاموس وبالنسبة للبقر. الكلام ده في حالة العشر. عشر الجاموس، يعني أنا أشتري دلوقتي عشر الجاموس ولا عشر البقر؟ لو أنا داخل أشتري عشر ومحتار يا ترى اجيب عشر جاموس يا ترى اجيب عشر بقر. الجاموس في البكريه طبعا بتبقى قريبه. اول حاجه بتبقى قريبه من البقر، يعني عشر الجاموس وعشر البقر لو الاثنين عشر واحد، دي شهرين ودي شهرين برضه، بيبقوا قريبين من السعر قوي. يعني بيبقى فرق مثلا وليكن 2000 3 عن الجاموس، بيبقى اغلى سن. تمام. بس بيبقى فرق بسيط قوي، مش اللي هو. ده بالنسبه للبكريه. بالنسبه لما تكون عشر بقى ووالده قبل كده، يعني عشر ولبن، ماشي. لو هي عشر ولبن الجاموس بقى بيزيد شويه، لان الجاموس طبعا بيبقى اغلى من البقر في جميع الاوقات، وهو واد. فالعشر طبعا بيزيد. كل ما العشر بيزيد كل ما السعر بيغلى، بس هي الجاموس معروف انه بيبقى اغلى شويه من العشر البقر. تمام. لو دي مثلا، لو افترضنا ان الجاموس عشر شهرين والبقر عشر شهرين، ودي لبن ودي لبن، هتلاقي الجاموس اغلى شويه، معروف. ماشي. طبعا مده حمل الجاموس مش زي البقر. العشر البقر بيقعد حوالي 9 اشهر، بتقعد حوالي 9 شهور. من 9 شهور، 9 شهور وكمان ممكن تمشي في 10 ايام كمان في التسعه، بعد التاسع 20 يوم، ممكن توصل لشهر. فمن اللي هي مش اقل من 9 شهور. ال- البهيم اللي هو قصد الجاموس بيقعد حوالي 10 شهور بيمشي في ال 11 كمان. ده مدة الحمل. طبعا انتاجية اللبن بتختلف طبعا بقى في البقر والجاموس. معروف ان البقر ما شاء الله بيبقى لبنه اكتر من الجاموس. اللبن بتاع البقر اكتر من الجاموس، بس بيبقى خفيف مش دسم زي الجاموس. جاموس بيبقى دسمه عالي ما شاء الله، بس انتاجيه اللبن بتبقى ضعيفه شويه. يعني وليفترض مثلا ان البكريه مثلا في البقر بتجيب مثلا وليكن بتقل مفيش اقل من الثلاثه، يعني من 3 ل4 في الرينج دي اقل واحده. بس هي بتبقى بقى في 4، يعني حدود 4 كده. البكرية في البقر بتجيب حوالي 4 كيلو، من 3 كيلو ل 4 كيلو. ده البكرية. طب الجاموس طبعا البكرية أول مرة دي بتجيب لها ممكن 2 كيلو، يعني من كيلو ونص ل 2 كيلو، وفيها أقل وفيها أزيد. تمام. بس هو المتوسط بتاعها 2 كيلو. متوسط في البقر 4 كيلو. دي طبعا في البكرية. يعني طبعا لما بتبقى تاني ولد أو تالت ولد طبعا بتزيد، دي بتزيد ودي بتزيد. بس السعر طبعا مش واحد. البقر البقر طبعا ارخص من الجاموس. سعر الكيلو اللبن في البقر ارخص من الجاموس، بس طبعا ما شاء الله انتاجيه اللبن في البقر بتبقى اعلى، يعني بتبقى اكتر من الجاموس. الدسم طبعا احنا قلنا عليه. بالنسبه للدسم، دسم الجاموس بيبقى افضل من دسم البقر. نيجي لسعر اللبن، ممكن يتراوح مثلا ما بين سعر لبن البقر بيتراوح ما بين من 16 جنيه لحد 22 او 23. بيتراوح في الفئه دي كده. سعر الجاموس بيتراوح ما بين 27 الى 33. بيتراوح في الرينج ده حسب اختلاف المكان والبلد. كل بلد بتختلف في في اسعارها، كل محافظه. تمام. نيجي بقى للضر. الضر بقى مشكله بقى في البقر. ليه عيوب كتير. حسنات تلاقي، التهاب درع تلاقي، بس التهاب الدرع بيجي الاثنين، بس في البقر اكتر. يعني بيجي في البقر اكتر التهاب الدرع. تبص تلاقي شقه خفيفه وشقه تقيله. تبص تلاقي حسنه، اللي هي الحسنه او الزياده، تلاقي بز زياده، اللي هي الحلابه، تلاقي حلابه واحده كمان زياده. من الاخر يعني مشاكل البقر كتير، التهابات الضر بتاعتها بالذات بتبقى كتير. نيجي للجاموس. الجاموس التهابه بيبقى ممكن خفيف، يعني ما بيجيش ممكن مثلا يعني 10% ولا 15% من الجاموس بيجي لها التهاب في الضر، او مثلا تكون في بز زياده او بز شالل او الكلام من ده. بس في الجاموس بتبقى نادره قوي لما تلاقي فيها حسنه، ما فيش الكلام يعني. الجاموس ده بصراحه انا ما شفتش في قدام عينيا ان في جاموسه او عجله جاموس كان فيها حسنه او بز زياده. بصراحه ما قابلتنيش بصراحه.
بس بسمع ان ممكن تلاقي بعض الحاجات، بس بتبقى نادره قوي، يعني بتبقى حالات نادره قوي في الجاموس. والتهابات الضرر دي ما بتجيلهاش قوي، والشقه الخفيفه والتقيله ديت برضو بتبقى نادره قوي في الجاموس. ديت برضو مشاكل ممكن تقابلك، فانت برضو انا قلت اما انورك هنا وانورك هنا، بحيث ان انت لما تيجي تقرر انت وراحتك. وطبعا مش هتعرف الكلام ده لما تجيب عشر، زي ما انا قلت في الفيديو اللي قبل كده، هتجيب عشر ولبن. عشر ولبن بتبين كل حاجه قدامك، وبتعرفك كل الحاجه اللي فيها عيوب من اللي ما فيهاش عيوب، ومع طبعا مع التجربه. يعني الفرق بالنسبه لي انا شايف ان هو الفرق بسيط. انت لو عايز لو انا بص، كل واحد في في مهنته او في مجاله بيبقى حابب ينهي حاجه معينه. ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان العشر البقر افضل من عشر الجاموس، ولا عشر الجاموس افضل من عشر البقر. ما اقدرش. ليه؟ كل واحد بيبقى حابب حاجه في دماغه عايز يعملها. يعني مثلا هقول لك على نصيحه، لو انت حابب ان انت تقني جاموسه او بقره، لو انت حابب تقنيها هتقني وهتخليها لبيتك ويبقى لاهل بيتك، خليك في الجاموس. ماشي. لو انت مثلا هتولد وهتبيع، او هتولد وعايز ترضع من وراها حاجه تجيب بقى حاجات سلت وترضع، خليك في البقر. انا مثلا دلوقتي جبت عشر وهولدها واقوم بايعها، زي ما انا كنت عامل كده. انا كنت بصراحه هعمل كده، كنت جايب العشر دي، ما كانت عشر كنت جايبها وهولدها وهبيعها. ماشي. طب انا دلوقتي حسيت ان هي تمشي معايا في الانيه برضه، لو انا عايز ارضع مثلا، ماشي هجرب التجربه دي ان شاء الله ربنا يكرمني كده وهفيدكم بيها، لقيتها كويسه نخليكم تدوسوا فيها. فانا لو عايز تاخد رايي، لو عايز تقني فيما بعد طويل، يعني في لمده طويله، خليك في الجاموس. ماشي. لو عايز تقني بالنسبه للمده القصيره، حاجه يعني مكسب سريع وخفيف، هتخليك في البقر. يعني مثلا ساعه ما تولد تقوم جاي زيها وبيع. ويفضل لما تجيب العشر زي ما انا قلت قبل كده، تجيب العشر اللي هو التقيل، عشر 7، عشر 6، عشر 8، في الرينج دي، عشان ان انت ما تاكلش عندك وما توفر عليك فلوس وتزق على طول، اول ما تولد تزق على طول. تمام. اهم حاجه يا رب يكون قدرت اوصل لكم المعلومه واستفدتوا منها. انا بحاول ادقق في كل التفاصيل، وانا عارف ان انا طولت عليكم، بس انا عاوز ان انا اوصل لكم المعلومه بادق التفاصيل فيها. تحياتي لكم، اي حد محتاج اي حاجه يكلمني وانا تحت امره في اي وقت. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.